انا ما عنديش مشكله في اي صاحب وحش انا مصاحبه. انا اسوأ صاحب ليا هو نفسي. النفس دي اكتر حاجه ممكن تضيع البني ادم. لو ما قدرتش تحافظ على نفسك وتسيطر على نفسك الاماره بالسوء، هتلاقي نفسك ضعت في حياتك. ربنا بيقول في سوره يوسف الايه 53: بسم الله الرحمن الرحيم: ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. انا دايما نفسي مايله للشهوات، انا عايز اعمل كل حاجه غلط. بكل امانه انا نفسي ضعيفه، ابقى فاتح النت الانستجرام ولا الفيس واشوف فيديو كده ولا كده، غصب عني بلاقي نفسي ببص، وممكن اكمل الفيديو للاخر كمان. تبقى بنت معديه قدام الاقي نفسي ببص، اكسل عن الصلاه واقول لنفسي عادي ان الله غفور رحيم. طب وبعدين في شهواتي دي؟ ما انا ربنا خلقني بيها، اتصرف ازاي فيها ولا اعمل ايه؟ عدوك الحقيقي نفسك هتقعد تبرر لك اي غلط انت بتعمله علشان بس ما تحسش بتأنيب الضمير. وهنا الامتحان الحقيقي بتاعك كمسلم. الامتحان في انك تعرف ان عدوك مش الشيطان ولا اصحاب السوء، دي نفسك اللي هتقعد تسحبك واحده واحده بعيد عن ربنا وانت فاكر انك لسه كويس. اصل الشخص اللي ما بيصليش شايف انه كويس، والبنت اللي مش محجبه شايفه انها مش بتغضب ربنا، واللي بيقع في غلط بيبرر لنفسه بيقول مش انا لوحدي اللي بعمله. فكل الاخطاء اللي بنعملها في حياتنا جايه من النفس الاماره بالسوء، وبنخسر بسببها نفسنا. طب ايه الحل مع نفسي اللي عايزه شهوات طول الوقت دي؟ لقيت لك 4 حاجات بفضل الله لو عملتهم تقدر تغلب نفسك الاماره بالسوء. اولا، خليك دايما بتذكر ربنا، استغفر ربنا، قول لا اله الا الله، وخليك فاكر دايما الا بذكر الله تطمئن القلوب. وطالما القلب مطمن فالنفس الاماره بالسوء هاديه. تاني حاجه، جهاد النفس. من اعظم الحاجات اللي ممكن تعملها في حق نفسك انك تجاهد نفسك، انك تبص كده على الفيديو او البنت اللي عجباك وتقول لنفسك لا انا هكمل ومش هبص عشان خاطر ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله. يعني انت تاخد ثواب الجهاد في سبيل الله لمجرد بس انك جاهدت نفسك وقطعت ربنا وبعدت عن الذنوب. تالت حاجه، الصحبه الصالحه. اي حد بيجرك على الشر ابعد عنه. الشخص اللي يقول لك خلينا في البلاي ستيشن ونبقى نصلي اخر اليوم بلاش منه. والبنت اللي تقول لك شكلك مش حلو في الحجاب بلاش منها. طول ما احنا وسط اهل الخير باذن الله مش هنعمل غير الخير. اخر حاجه، انك تقعد مع نفسك اخر اليوم وتحاسب نفسك، لانك هتقف قدام ربنا وتتحاسب. فابدا بحساب نفسك. هو انا النهارده عملت ذنوب؟ عملت ذنوب، وكل يوم بعمل ذنوب. هستغفر ربنا، هنام وانا متوضي، هصلي ركعتين توبه، هصلي قيام الليل. عندك 1000 حاجه تغفر لك ذنوب اليوم ده، طالما الذنوب دي في حق نفسك مش في حق حد غيرك. عملت ال4 خطوات دول باذن الله حياتنا تنتهي واحنا من اصحاب الايه اللي ربنا قال فيها: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لو كملت معايا الفيديو للاخر شاركني الثواب، وابعت الفيديو ده لاكتر شخص انت بتحبه.